أفضل جلاش ممكن تشوفه في حياتك مع الشيف محمود من صفحة أعز أكل في مصر. تابع الفيديو للآخر. السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم جلاش بالمكسرات بطريقة سهلة جدا مع الشيف محمود من صفحة أعز أكل في مصر. تابعوني وشوفوا الجلاش اللي هعمله إن شاء الله يعجبكم. هنا عندنا الجلاش زي ما انتم شايفين، وعندنا السوداني المطحون، وعندنا سوداني عليه بودرة شوكولاتة، وعندنا ليمون للشربات، وعندنا ربع كيلو سمنة، عندنا 3 كاسات سكر خرز، وعندنا العسل هنا زي ما انتم شايفين في الفيديو. العسل ده هنضيفه على الشربات، ومحضرين حاجتنا وهنبدأ نعمل الجلاش بطريقة سهلة في البيت. هنبدأ بقى نضيف 3 كاسات سكر، 3 كاسات مية. عندي الليمونة هنا هنبدأ نعصرها، وهنسيب الليمونة في نبقى نشيلها زي ما انتم شايفين كده. السكر ده معايا زي ما انتم شايفين في الفيديو. هنسيب الشربات على النار لحد ما يبدأ يتقل معايا كده. هنسيبه حوالي ربع ساعة ل20 دقيقة على النار متوسطة. نبدأ هنا نحط السمنة عشان نسيحها، عشان نبدأ نشتغل بيها القلاش. نزلنا بكمية السمنة الربع كيلو كله، هيسيح معانا في دقيقة بالظبط إن شاء الله. وبنبدأ نوريكم طريقة عمل الجلاش بكل سهولة في البيت. السمنة كده بعد ما ساحت قدام حضراتكم، هنبدأ بقى نوريكم طريقة الجلاش سهلة جدا. معايا الأول الصينية بتاعة الجلاش. هنبدأ الأول نديها سمنة، ندهنها سمنة كده بسيط الأرضية بتاعتها. كل الأرضية والجناب. دهنا الصينية كلها الجناب والأرضية. عندي الجلاش زي ما انتم شايفين كده. نبدأ نسحب رقتين من الجلاش كده، نسحبهم سنة صغيرة كده. ومعايا هنا معلقة. نبدأ ناخد مكسرات اللي هو السوداني، نبدأ نوزعه. نبدأ نلف كده. أهم حاجة نلف كويس. الصينية بتاعتنا الجميلة. نبدأ ننزل كده. هناخد كمان 2، نضيف المكسرات بتاعتنا اللي السوداني واحنا ماشيين بالمعلقة كده. كمان واحدة بوريها لكم. كده ونحطها في الصينية بتاعتنا. نبدأ بقى نعمل السوداني من اللي هو عليه بودرة شوكولاتة. نفس الطريقة التانية بالظبط. زي ما انتم شايفين كده بقى نبدأ نديها السمنة بتاعتنا. هنجيب السمنة، ده سمنة من على الوش. نزود سمنة براحتنا كده عادي. السمنة دي أصلا بتدي تيست عالي. كده زقناها سمنة زي ما انتم شايفين. نبدأ ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة لنص ساعة. قبل ما ندخلها الفرن طبعا هنقطعها حتت صغيرة. نقطع الصينية كلها. قبل ما ندخلها الفرن. يا رب تعجبكم. هتشوفوا الشكل النهائي. الصينية في الفرن زي ما انتم شايفين كده على درجة حرارة 180
بتاعنا هنضيف عليه عسل دلوقتي زي ما انتم شايفين. بتاع 5 معالق عسل كبار. والشربات بتاعنا عسل نحل. طبعا ضفنا عسل نحل زي ما انتم شايفين على الشربات. الجلاش بعد ما استوى بعد نص ساعة على درجة حرارة 180 تحت 140 فوق، نص ساعة 25 دقيقة بالظبط. هنبدأ نطلعه ونزيل العسل بتاعه. هنبدأ نزي دلوقتي زي ما انتم شايفين الجلاش بعد ما طلع. هنبدأ نسقيه بالشربات بتاعنا. نبدأ نميل الصينية يمين وشمال كده عشان كل مكان فيه الصينية يشرب. لونه طالع دهبي زي ما واضح ليكم كده. زي ما انتم شايفين كده طالع من تحت لون ذهبي جميل، حاجه تحفه فوق وتحت اهو زي ما انتم شايفين. ده جلاش بطريقه سهله مع الشيف محمود من صفحه ألذ أكل في مصر. بنسميه جلاش سواريه اهو. تحفه بصراحه يعني. ده اللي احنا كنا حاطين فيه بودرة الشوكولاتة مع المكسرات السوداني. روعة، هيعجبكم، جربوه وقولوا رأيكم. مع الشيف محمود صفحة ألذ أكل في مصر.